الجمال دايماً ليه الأولوية، لكن أختها ليلي مش موافقة على الكلام ده خالص. اتفضلي ده علشانك. شكراً يا تايلر. ممكن أنا كمان آخد وردة؟ ومعها قبلة رومانسية؟ واضح إن جوليا هي بس اللي هتاخد رومانسية. البنات الحلوين محظوظين جداً. هاي، مساعدة صغيرة هنا؟ ما تقلقوش، أظن أنا كويسة. هي ليه جوليا دايماً بتفوز بحب الولاد كلهم؟ جايز يكون ده بسبب مرايتها؟ طيب الموضوع يستاهل إني أتأكد. طيب يلا نشوف الضرر. مرعب جداً. كل ده بسبب حبوبي. أعمل إيه معاهم؟ أكيد جوليا معاها حاجة لعلاجهم في وسط حاجاتها. كريم تلوين البشرة، بالظبط اللي احنا محتاجينه. مفيش حاجة بتهزم الحبوب دي. مش مهم، أنا لازم أستخدم كمية أكتر من الكريم ده. أنا هتخلص منكم بأي طريقة. طيب يا ترى بقت جميلة؟ بس انتي مش بتستسلمي وقت تصفيتكم. ما كانش قصدي أعمل كده. إيه؟ أنا محتاجة أستخدم ده؟ شكله قوي جدا. الجهاز عمل شغل هايل. بشرتها بقت دلوقتي ناعمة، لكن لسه في شغل لازم يتعمل. هي جوليا شايلة الملقاط فين؟ باي باي يا حواجبي الموصولة، ما كانش المفروض نتقابل أبدا. أنا كده زودتها قوي. طيب فين حواجبي اللي شكلهم مثالي؟ أظن جوليا كانت بتستخدم الستنسلز دي. يلا نجربها. أيوة، في الحقيقة دي سهلة قوي. كده خلاص. امسك أعصابك يا ليلي. دلوقتي كده أحسن. إيه اللي هناك ده؟ جوليا، مش هتعرفي تخبي السناكس من أختك. أختي أنا رجعت. أعتقد إنها مشغولة بالمذاكرة. على أي حال أنا ورايا حاجة أعملها. في إيه يا ليلي؟ أنتِ كويسة؟ هي مالها؟ لكن أنا لازم أتخلص من شنب الشوكولاتة ده. بس يا ترى هعمل إيه مع ده؟ لازم نتعامل معاهم زي ما جوليا بتعمل. كريم الإزالة ده هيساعدنا هنا. ده سهل جدا في الاستخدام. ما كنتش فاكراه هيكون سخن قوي كده. الحقوني أنا بتحرق. أنا مضطرة أشيله. دلوقتي مكانهم بقى كله أحمر. طيب أنا هعرف أعالج ده. مساج حلو بارد ممكن يعمل المعجزات. دلوقتي بشرتنا بقت مثالية خالص، لكن واضح إن ليلي لسه ما خلصتش تجاربها. يلا نشوف إيه الحاجات التانية اللي مع جوليا هنا. شكلها شبه الكاندي. هو طعمها ماله؟ ده شمع. هي ريحته وحشة قوي كده ليه؟ دي ريحة تحت دراعي. طيب يلا نعالج ده. أعتقد إننا لازم ندوبه الأول. كل ما نزود كل ما يكون أحسن. هاي، شكله حلو جدا. بيقولوا في الإنترنت إني لازم أضيف ده فوق الشعر. هي ليه الفساتين الحلوة بتكون مش مريحة؟ هاي ليلي، أنتِ بتعملي إيه؟ ولا يهمك، ساعديني أقفل الفستان. أكيد يا جولز، تقريباً وصلت. شوية كمان. أنتِ مالك النهاردة يا ليلي؟ أنا مشغولة بتغيير شكلي. استني، إيه اللي حصل لإيديا؟ هاي اتحركوا يلا. طيب ده وقت بريك صغير. كل أميرة بتحتاج نوم جميل بعد كل ده. أنا فين؟ إيه اللي بيحصل؟ أظن إن أنا رحت في النوم. إيه الهالات السودة دي؟ جوليا كان عندها حاجة لعلاجها. ماسك. أخلي بالي منه يا أختي، أقسم لك. بلاش تخذلني دلوقتي يا صديقي، خليني جميلة. طيب أظن كفاية لحد كده. إيه؟ أشيله إزاي؟ ابعد عني، دي جريمة ضد الجمال. ألو؟ أيوة طبعا هكون عندك. دي أكبر حفلة في السنة. أنا عارفة هلبس إيه. ليلي، حصل إيه للمكان هنا؟ أنا كنت بس بقرا. عملتيها تاني يا أختي؟ فيو،
مشيت. أخيراً هعرف أتعامل مع الماسك ده. نجحت. واضح إن الماسك فعلاً نفع. طيب ده وقت إنها ترتاح شوية. كل حاجة تانية ممكن تستنى. لذيذ. لكن الريحة دي ده خطير. هنقضي على المشكلة دي فوراً. ده مش هيحصل تاني. أوعدك. أنا هاكل دلوقتي حالا. ده بالظبط اللي أنا محتاجاه. غسول للفم. هايل. طيب يلا نجربه. ده شعور ظريف. أخيراً الإنذار سكت وابتسامة ليلي اتحسنت بشكل ملحوظ. لكن بالنسبة للشعر محتاجين نعمل حاجة بخصوص ده كمان. ليه ما نحاولش نسرحه؟ طيب واضح إن الفرشة العادية مش هتنجز هنا. هنحتاج فرشة كهربائية لده. يلا نشغلها، نسخنها ونبدأ الشغل. انتي متأكدة إنها تشتغل؟ حبيتها. شكلي بالظبط شبه البنات اللي في إعلانات الشامبو. كان نفسي كمان لو كنت شقرة زي جوليا. طيب هحتاج بس شوية صبغة. يلا نقلبها كده ونضيفها للشعر. هي أنا شاطرة في عمل ده. نجحنا. جوليا هتغير مني قوي. صباح الخير يا أختي. نمتي كويس؟ أراهن إنك كنتي بتقري طول الليل. على أي حال أنا لازم أجمل نفسي شوية. كده أحسن. أعتقد إني لازم أروح المدرسة النهاردة كمان. قضي يوم هايل يا ليلي. هي إزاي بتعمل كده أصلاً؟ ده أكيد نوع من الميك اب السحري. أعتقد إني عيانة. واضح إنه ما اشتغلش بنفس الطريقة مع صديقتنا ليلي. هتضطر تعمل الميك اب بالطريقة العادية. جوليا عندها حاجات كتيرة جداً هنا. قطع شريط لازق هتساعدنا نحافظ على خطوطنا مستقيمة. أي حد ممكن يعمل ده. ليه ما نستخدمش شوية بينك وأزرق لعينينا؟ اللي عليها الدور الشفايف. جوليا ابتسامتها مدهشة. لازم نجرب نكون زيها بالظبط. يلا نقص الستنسل ونضيف شوية ملمع شفايف. خلصنا. دي جوليا. أنا لازم ألبس. طيب شكلي هعمل إيه؟ أنا عارفة إن أنا جميلة كالعادة. شكراً على التلميح يا جوليا. أنا محتاجة طقم جديد. يلا يا ستارة قومي بمهمتك. هي مالها؟ هديكي فرصة واحدة أخيرة عشان تشتغلي. يلا نجربها كمان مرة تانية. نفعت. لكن مش ده اللي أنا كنت عايزاه. أنا لازم ألبس للمدرسة مش لحفلة مجنونة. خلينا نتخلص من كل ده. أنا هعمل كل حاجة بنفسي. جوليا عندها كل الهدوم الحلوة. ليه ما استغلش ده؟ ألو؟ أيوة أنا خلاص ماشية. هكون عندكم حلو. طلعيني. أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي. واو. دي إطلالة هايلة بالنسبة لي. هاي تايلر، أعمل إيه؟ أنا بحبك جدا. لكن أعتقد إني حقيقي مش. أنت جديد هنا صح؟ هاي أنا أليكس. تايلر إحنا انتهينا. أنا دلوقتي عندي صديق جديد. اختيار هايل يا جوليا. ده لطيف جدا. بس أنا دلوقتي لازم ألاقي حد أحبه كمان. مفيش مكان في دولاب ليلي لأي حاجة غير العلوم. لازم نصلح ده. أليكس أنت هنا؟ وريني ابتسامتك. كمان واحدة صغيرة. أنت لطيف قوي. أنت بتعملي إيه؟ امشي من هنا. أليكس أنت جميل خالص. أتمنى الورد ده يعجب جوليا. يا حلوة ده علشانك. شكراً يا أليكس. الورد ده مدهش. دلوقتي يلا نروح نتفرج على فيلم. أليكس أنت خايف. يا حلوة ده ليكي. هاتي ده ليكي أنت يا حبي. رجع الورد بتاعي. استنوا كلكم. أنا عندي شغل مهم لازم أعمله. هو ماله يا أختي؟ واضح إن في بنت جديدة في مدرستنا. دي غامضة جدا. هاي تحبي نتمشى؟ اوعى تفكر في كده أصلا يا صديقي. هو شايف فيها إيه أصلا؟ رسالة من ماما. أنا وماما رايحين معسكر.
جوليا انتي أسوأ أخت. جوليا انتي جاية؟ احنا كنا مستنيينك. أوبس، قربت أكون جاهزة. ثانية واحدة، كل اللي فاضل هو تحضير شنطة الظهر. بسرعة، الباص قرب يمشي من غيرنا. أنا جاية، أوكي؟ أنا هاخد بس شوية حاجات، لو فاتتنا رحلتنا مش هنحتاج الحاجات دي. بسرعة يا جولز، بسرعة. أنا جاية. واضح إن في حاجة حصلت غلط. بتهزري معايا؟ كده كتير قوي. يلا يا جوش، يلا بينا. شنطة الظهر اتقطعت. أعتقد إن ممكن ننسى رحلة يوم السبت. لكن جوليا مش متعودة على الاستسلام. طيب، إيه اللي عندنا هنا في الورشة؟ شوية نقط من اللزق، وشنطة الظهر هتكون كأنها جديدة. ممكن لأ، دي فكرة سخيفة. أوتش، واضح إن أنا محظوظة النهاردة. ثانية واحدة، دي فكرة كويسة. شرايح خشب بالإضافة لورق الكرتون السميك، دي مناسبة جداً. واو، أنا هبني بيت متنقل من علبة. أيوة، مفيش وقت للشرح، يلا نبتدي شغل. اديني المفك الكهربائي، كمان هتحتاجوا زوايا ومسامير. يلا نبتدي بناء هيكل صلب. هنثبته وهيكون جاهز. هو بالسهولة دي هنثبت كل أجزاء البناء بالطريقة دي. دلوقتي محتاجين بس صنفرة السطح بورق الصنفرة، مفيش رزايا تاني. رائع، دلوقتي محتاجين نثبت حيطان البيت المستقبلي. ورق الكرتون ده مناسب جداً. المفك الكهربائي اللي مفيش غنى عنه رجع تاني للشغل. طيب لو مطرت مفيش مشكلة، السطح هيحمي من المطر. شوية حركات وبقى تحت السيطرة. والبيت هيكون إيه من غير شبابيك، صح؟ لكن الأول لازم نقيسه كله. ده مثالي، 4 مربعات. يلا نبتدي تقطيع. طيب، يلا نشوف معانا إيه. أهو، خلي يكون في نور. ودلوقتي وقت الدهان. السلامة الأول، جهاز التنفس الصناعي لابد منه. ممكن نبتدي دهان. البينك هو لوني المفضل. لكن دي مش كل حاجة. هاي يا شباب، انتوا اللي أنا محتاجاه. لكن الأول يلا نلبس الجوانتي، هيساعدوا ضوافري تفضل نظيفة. يلا نحط ألوان أكريليك على أسفنجة فوق ونوزعه على السطح. هنضيف الأسفنجة على الحيطة ونعمل شكل طوب ملون. واو، ده رائع مش كده؟ شكله جميل جدا. آخر طوبة لافندر جاهزة. لكن ما تنسوش إطار الشباك الأبيض، هو كلاسيك في كل الأوقات. بيرفكتو. يلا نضيف تفاصيل لطيفة. الورد في الزهرية هيضيف 100 نقطة للشعور بالراحة. هنأمنهم بمشبك ورق. دقيقة واحدة، أنا كنت هنسى المكنسة والتل. تفتكروا إيه اللي هيطلع من ده؟ شيلوا كل حاجة من المكنسة. بينجو، العصاية المثالية للستارة بقت جاهزة. ودلوقتي هناخد الحلقات من ستارة الشاور والتل الخفيف. هنحط التل في الحلقات، آخر لمسة. علقوا الستارة في العصاية. جولز، انتي مصممة بالفطرة. لكن ازاي نثبتها؟ دي بسيطة جدا، محتاجين بس شماعة بلاستيك عادية أو الجزء اللي فوق منها. هنلون الخطاف باللون اللي احنا عايزينه ونلزقه في الحيطة بمسدس الشمع. هنحط الحافة وخلاص كده. صباح الخير يا عالم. جميلة قوي. وقت ان احنا نزين الحيطان. البوسترز المفضلة هتكون مثالية. الألوان الزاهية بترفع المعنويات. يلا نزين الحيطة التانية بإكليل من الورق. الدونتس هي أحلام أي محب للحلويات. هنأمنه بدبابيس الرسم. البيت البوكس قرب يكون جاهز، لكن هو أكيد محتاج شوية أبواب. يلا بينا. هنثبتهم بشنيور وزوايا بتتحرك. أنا بعرف أعمل كل حاجة. لكن إيه ده؟ هي جوليا قررت تتخلص من التوتر؟ لأ، مش كده. أنا عندي فكرة أفضل. يلا نقطع بوب تيوب. هنتنيها ونلزقها في الباب بدل المقبض. اتفضلوا. البيت المفروض يكون مجهز بالحاجات الضرورية. شبكة ناموس مثلاً. هنثبت التل بدباسة أساس، لكن الحشرات لسه مش متوقعين. عشان كده يلا نعمل الشريط على شكل فيونكة. يلا نربط الستائر ونزينهم بالفيونكات.
البيت ده تحفة فنية. طيب وقت إن احنا نتحرك. جوليا تستاهل راحة، هي مستنياها بقالها كتير. 1 2 ونشيله. عملناها، يلا نتحرك. شكل بيت جوليا المتنقل مبهر جدا، ووزنه تقيل كمان. عشان أكون صريحة، ده مكان لطيف. أعتقد إن أنا هفضل هنا. دي شنطة ظهر تقيلة. الخروج برا البيت بيدي نشاط، لكن لسه مفيش أساس كفاية في البيت. مفيش مشكلة ما تقدرش عليها جوليا الإيد الماهرة. اقطعوا أجزاء من الشقوق من ورق كرتون سميك. بقى عندنا قطع لطيفة جدا. يلا نجمع كل قطع مع بعض زي البازل. أهو. يلا نضيف قطع كمان. ده رائع. شوية صبر والترابيزة الثابتة بقت جاهزة. يلا نبتدي دهان. درجة المنت منعشة جدا. اللمسة الأخيرة هي سطح الكاونتر البلاستيك الشفاف. لما بتشتغل بجهد ممكن تجوع. كل اللي محتاجاه الغدا لذيذ هو علبة فويل وشوية فحم. الأكل برا البيت ممكن يكون لذيذ أكتر. دلوقتي هناخد سيخ خشب ونغرزهم في علبة الفويل كلها. طعم رهيب. الساندوتش المشوي في المنيو النهاردة. لازم تاخدوا بالكم من الغاز أكتر، والفحم ابتدى يتحرق. ممكن تبتدي طبخ. لذيذ. جوعت جدا. أعتقد إن وقت إن احنا نقلب الساندوتش. ماما ميا، ده لذيذ. الميك اب برا البيت هو التحدي الحقيقي، لكن جولي عندها ابتكار حياة للتخييم. يلا نزين علبة بغطاء عليها ورق فوم بيلمع، وبعدين نتني قطع طويلة بالطريقة دي. نصلح الفراغ اللي حصل في قاعدة العلبة. يلا نعمل أقسام بالطريقة دي. قرب يخلص. هنلزق المراية في الغطاء. منظم الجمال جاهز للاستخدام. دلوقتي الميك اب المفضل عندك هيكون دايماً في متناول الإيد، ومجموعة المجوهرات مش هتضيع تاني خلاص. وقت إن احنا نحط شوية ميك اب. لا 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 لا. جميل كالعادة. جوليا بتحب البيت الجديد بتاعها، لكن لسه محتاج أساس. الفراغات المثلثة هتساعد. يلا نجمع 3 أجزاء مع بعض. هنحتاج 3 قطع. والكرسي من غير قاعدة كويسة؟ أنا متحمسة إني أجربه. أخيراً ممكن تقضي وقت في قراية كتابك المفضل، أو تقريباً. أيوة، يوم مشرق النهاردة. واضح إن جوليا قررت تحرك رجليها شوية. لأ مش ده. يلا نقسم الهولا هوب لجزئين متساويين. شوية ثواني وقاعدة الخيمة بقت جاهزة، والقضبان دي هتساعدنا نرفعه. هنثبت الخشب في الأرض كويس قوي. أعتقد إنه أمان أكتر بالطريقة دي. إحنا هنثبت الهولا هوب بشريط عادي، وهنستخدم ستارة الحمام القديمة كتمويه. هنثبتها بمشبك ورق، ونسحب الخيمة، وممكن نستمتع بالظل. معجزة مش كده؟ كل حاجة عبقرية بسيطة. دلوقتي الشمس مش هتوقفك من قراية كتابك المفضل. طيب أنا كنت فين؟ اليوم الطويل في الطبيعة قرب يخلص، وده معناه إن لازم نجهز ترتيبات النوم. يلا نعمل سليبينج باج. القماش الدافي وبكرة الخيط هيحلوا المشكلة دي. هنخيط أطراف القماش مع بعض. خلاص، دلوقتي يلا نعمل مخدة. المخدة دي هتكون كلب صغير لطيف جدا. هنعمل شكل وش الكلب. شوية خيال وكمية من الحشو البوليستر ممكن يعملوا معجزات. الوش قرب يكون جاهز. هنضيف عيون مضحكة وأنف من الصوف الأسود. هيا صديقي، ده وقت النوم. أتمنى لك تحلم بحلويات كتير جدا جدا. بالمناسبة عندي فكرة. جوليا بتحب كل حاجة تكون مثالية. كويس إن البيت الصندوق سهل جدا إنه يتقلب. خلاص، إحنا مستنيين شيء مبهر. واو، جميل جدا. شباك في السقف. ممكن تحلمي بإيه تاني؟ كأن النجوم بين إيديكي. لكن إيه ده؟ شهاب. بسرعة يا جوليا، اتمني أمنية. أهلاً يا يوم جديد. أول ليلة في المخيم مشي كويس. طيب، أعتقد إن إحنا لازم نرجع الكابينة تاني. جوليا أكيد عجبها حياة المخيم. واو،
واو، بعد إذنك يا أنسة، إحنا عاملين لك إسعاف. شباب، أنا مبسوطة جداً إني قابلتكم. تعالوا زوروني. أوه يا ربي، دي مساحة كبيرة قوي. أنتِ فعلاً عملتي كل ده لوحدك؟ واو، دي الجنة لأي بنت. أنا كان لازم أتعب شوية، لكن النتيجة كانت تستاهل. عندنا حاجات كتير نقولها لبعض. جوليا منزعجة، أسنانها اللبنية اختفت. دي مش حاجة تضحكي عليها يا بينكي، دي كانت سنتي المفضلة. انتي ليه سبتيني؟ كان لازم تعملي حفلة وداع. كفاية كده، أنا هنام على سريري. مش ممكن ننقذ السنة، علشان كده من الأحسن نوهبها لجنية الأسنان. يا ترى هتديني إيه في المقابل؟ الليلة هتكون ليلة سحرية، والصبح هيكون أحسن بكتير. أظن في حاجة تحت مخدتي. ده عقد غالي. جوليا زارتها جنية أسنان غنية جداً. واو، وده مش كل حاجة، في كنز مدفون هنا. أنا دلوقتي بقيت غنية يا بينكي. واو، محظوظة. جايز الجنيه تكون سابت لي شوية هدايا أنا كمان. لكن بينكي ما عندهاش حاجة غير المهملات تحت مخدتها. تستاهلي. أوه بجد؟ أنا هعلمك درس. جنية الأسنان محتاجة سنة، وهتاخد واحدة. كده مش نافع؟ طيب وكده؟ أوه يا ربي، دي بتوجع. بينكي هتفضل مفلسة. وهنا بتوصل جوليا. هي ناوية على إيه؟ أنا محتاجة أوضة سرية، واحدة غنية، ده واضح. هاي، أنا كمان عايزة أوضة سرية. بينكي، الكبار بيتكلموا. كده أحسن. طيب، المكان هنا لازم يكون منور ومريح. كلامي مفهوم؟ يبقى يلا بينا نشتغل. هايل إن يكون عندك مساعد شخصي. هنشيل السرير ونحط الترابيزة مكانه. دي بداية كويسة. الستير دي شكلها مش غالية خالص. يلا نصلح ده. الدهب بيغير أي حاجة. إيه، ممكن تساعدني؟ لكن الموظف ده مكلف جدا. إيه رأيك في ساندويتش برجر؟ يامي. يلا هديك حتة. أقف، أنت مرفوض ومفيش بقشيش. إيه اليوم السيء ده؟ أشوفك بعدين يا ولد. خليكي بعيد عن طريقي يا بينكي. الستائر الذهبية في مكانها فعلا، وهنحط الترابيزة هنا. أنا ممكن أعمل ده كمان يا جوليا. خليني بس أرفع السرير كده. دلوقتي هنثبت السرير بالعصاية، ومكان الاختباء بقى جاهز. مستحيل يا بينكي، أوضتي السرية هتكون أحسن. أنا كمان هرفع كبنتي. إيه رأيك فيها كده؟ هاي، أنتي بتعملي إيه؟ ده مش عدل. وبينكي متحمسة جداً في البنى. سريرها تحت السقف فعلاً. المكان عجبك يا جوليا؟ لكن مفيش عندك حيطان دهب. بتقولي حيطان؟ مفيش مشكلة، دي هتنفع كمان. كده مش وحش. الأوضة السرية مميزة جداً، والسجادة دي هتتحط على الأرض. بسيطة بس ذوقها حلو. لكن السقف شكله كئيب. أنا عندي فكرة. كرانيش الورق هي الشيء المناسب. ده صحيح يا جوليا. أختي، دي مش غالية خالص. إيه رأيك في السجادة الفرو دي؟ ناعمة قوي. ويلا نزود الديكور بلمسة هوائية. هنلف الإكليل في التل. إيه الإضاءة الليلية الجميلة دي؟ بصي عليها يا بينكي. مش مشكلة، أنا كمان عندي إضاءة. جوليا متقدمة، لكن بينكي لسه عندها فكرة حلوة. هتعمل كرسي صغير. يلا نبدأ برسمه، وبعدين نقطعه. الكرتون بينفع دايماً وقت لزق المقعد والظهر. ودلوقتي الجزء الممتع، هعمل التنجيد. هنحتاج الهدوم القديمة. نربط الكرسي بالحبل وخلاص. بصي يا جوليا، تعرفي ايه عن الستايل ده؟ طب انا بتكلم عن ايه؟ انتي حتى ما عندكيش كرسي. كرسي؟ ده للناس الفقراء. جوليا هيكون عندها عرش حقيقي.
والظهر الكرتون الذهبي في مكانه فعلا. يلا نضيف شوية فمطات كده مثالي. هنستخدم الحرير الطبيعي للتنجيد. البنفسجي شكله ملكي جدا، وطبعا مجوهرة. يلا نوزعهم بشكل مميز على ظهر العرش. ده عبقري. وقطعتين اكسسوار دهب تاني. كل ما الزخارف تكتر يكون أحسن. دلوقتي ده بقى عرش حقيقي. مش هتعرفوا أبداً إيه اللي ممكن تلاقوه في مجمع المهملات. في هنا كنوز كتيرة جداً. هاي، دي فكرة. تعالي هنا، انتي دلوقتي بتاعتي. يافطة الطريق هتعمل ترابيزة حلوة، وبدل الأرجل ممكن تستخدموا السلكات. دي مناسبة وببلاش. شايفة اليافطة دي يا أختي؟ ما تقربيش منها. مش هعمل كده يا بينكي. أنا عندي كرسي بمساند. هنلف قطع النعمة بالطريقة دي ونثبتهم في العرش. دلوقتي الأميرة تقدر تحكم مملكتها الذهبية. مش ممكن تفوزي يا بينكي. مش مهم، بينكي عندها أفكار مبتكرة كمان. بالرغم من إنها مش غنية، البيت تحت السرير ممكن يتزين بالسلك الملون. جميل وعملي وببلاش. مش هتقدري تغلبيني يا بينكي. شوفي وتعلمي. ليه تستخدمي السلك لما ممكن تستخدمي الفلوس؟ ايه رأيك؟ دي مجرد ورق. بصي أنا معايا ايه؟ بينكي عندها فكرة هايلة، لكن الأول لازم تعمل بوم بومز بألوان فاتحة من الخيط. خلصنا. ايه الإكليل الحلو ده؟ طلعت شكلها مدهش. أختي شوفي ده. ما تبقيش سخيفة يا بينكي. انتي ازاي بتتباهي بده؟ اوضتي هايلة. اوضتك مقرفة، وهتكون أحسن منها كمان. يلا نعمل عجلة ذهبية للهامستر. هنشيل كل الزيادات ونلف العجلة بشريط ذهبي بحجرة راين. ديكور ذهبي، دي فكرة حلوة. ده هيعمل كرانيش جميلة. نحط لمبة في مظلة الأباجورة، ونجفة VIP بقت جاهزة. هنعلقها هنا. الأوضة السرية شكلها مكلف قوي، وبينكي ما عندهاش أي زينة غير الكرة الأرضية دي بس. استني، في كمان كشاف إضاءة. ممكن نوصل الأجزاء دي ونعمل نجفة. هنقص الكرة نصين، نحط كشاف إضاءة في كل نص. ودلوقتي هنعمل حامل من السلك. في إيه أسهل من كده؟ يلا ننور النجفة وجاهزين للانطلاق. حلوة قوي، شكلها ستايلش جدا. الأوضة تحت السرير هتكون منورة حتى بالليل. ده وقت سناك غالية. لأ، ما عنديش مكان أشيل فيه أكلي. لازم نحل المشكلة دي. يلا نعمل ترابيزة. هنحتاج مظلة أباجورة كبيرة من لمبة أرضية. يا ترى هتعمل إيه؟ أوكي، القاعدة في مكانها. الحاجة الوحيدة اللي ناقصها هي سطح الترابيزة، وأهو هنا. يلا نعمل سطح الترابيزة من الصينية. دي كلها دهب، والتل هيخلي شكلها شبه العمل الفني أكتر. انتي مدهشة. طيب، مش هنتغدى دلوقتي؟ مش قادرة أصبر على الأكل. بينكي عندها مجوهرات كتيرة جدا. هي محتاجة حامل. جوليا هتغير منها. دلوقتي مضربين الراكت القدام دول هيكونوا مفيدين. كفاية، مفيش ألعاب تاني. لسه في كتير يتعمل. هنربط مضربين الراكت بشكل متقاطع بالشكل ده. ودلوقتي هنحطهم على الحيطة، ونحط مراية في مضرب منهم. وبينكي محتاجة خطافات من الشماعات. هنثبتهم في الشبكة. ده المكان اللي مجوهراتها المفضلة هتتحط عليه. الأوضة حلوة ومنظمة. أكيد مش هتعرفي تعملي ده يا جوليا. طبعاً يا بينكي. بعد كل ده أنا هيكون عندي علبة غالية. يلا نبدأ تلوين بولة سكر كريستال. خلاص خلصنا. ودلوقتي هنزينها. سلك ذهبي ممكن يحول أي حاجة لتحفة فنية. تموجات أكتر وتفاصيل صغيرة. نضيف تفاصيل. يلا نزين علبة المجوهرات بالأحجار الكريمة. واو، بتلمع.
لكن ممكن تلمع أكتر. يلا نضيف شريط بحجارة راين. اللمسة الأخيرة عجل ذهبي، والعربية العلبة بقت جاهزة. تعرفي تعملي ده يا بينكي؟ وإياكي تفكري تتسحبي الأوضتي أبداً. الأوضة الغنية للناس الأغنياء بس، أوكي؟ بينكي جالها جواب، يلا نفتحه. لكن الأخبار مش هايلة، مش هتقدر تستخبى من فواتيرها، ما عندهاش فلوس عشان تدفعه. لكن أنا عندي فكرة هايلة لزينة. لما يكون معاكي دباسة ممكن تعملي تحفة فنية حقيقية. الورق ده هيتحول لستارة. يلا نثبت الورق مع بعض في كانفاس كبير، ونثبت الستارة في السقف. في فواتير كتيرة قوي ممكن تغطي السقف كله. اتضح إنه حلو زي سقف جوليا، والأخت الغنية عاملة حفلة. هاي جوليا، ممكن توطي الصوت شوية؟ بيتك هينهار وبيقع. لازم ننقذ نفسنا. أختي تعالي عندي. حتى البيت الغني ما قدرش يتحمل الصوت العالي ده. بينكي أنا خايفة. الأوضة السرية اتدمرت. البيت وقع يا بينكي. أنا دلوقتي مشردة. ما تزعليش يا أختي، مش مشكلة خالص. عايش فين؟ ما تقلقيش يا جوليا، هنصلحه حالا. بصي دي مهمة سهلة. بيتك الغني دلوقتي بقى تمام. شكرا يا بينكي. خدي كل فلوسي وفرش سرير الذهب كمان. الأخوة دايما بتفوز، حتى لما بتكون بسبب بنى الأوض السرية.